السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت لايك وشير وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع قناة يوميات عماد وداليا والمجالس الطبية. النهارده هنتكلم عن الشغل الخاص بالمعاقين في الجهات الحكومية أو في الجهات القطاع الخاص. تمام. أولا، الشخص ذو الهمم اللي عايز يشتغل لازم يجهز الأوراق اللي أنا بقول عليها ديت. ركزوا معايا ويا ريت ورقة وقلم عشان نكتب، عشان خاطر يبقى كل واحد عارف هو هيدور ازاي او هيدور في ايه اتجاه. تمام. اول حاجة لازم يبقى معاك صور شخصية بالنسبة لك تبقى حديثة، اصل المؤهل الدراسي بتاعك حتى لو محو امية او ابتدائية. تمام. اول حاجة، انت طبعا ما ينفعش انت تتوجه على المصدر مباشرة عشان تشتغل فيه، فاولا هتتوجه لمكتب التأهيل اللي انت تابع ليه، تقول له سعادتك انا عايز اشتغل. مظبوط. المفروض ان هو بيديك جواب موجه للقوى العامله. ماشي. القوى العامله بتبحث لك عن مكان فاضي في اي مكان محتاج عماله، سواء بقى مصنع او ايا كان. ماشي. المؤهلات اللي هي فوق الدبلوم واعلى ده في الاغلب ممكن يشتغل اعمال اداريه اللي هي اعمال كتابيه. اما دبلوم التجاره فنازل، ففي الاغلب ممكن يشتغل عماله بسيطه. تمام. في حاجات الناس مش واخده بالها منها. يعني انت مثلا اشتغلت في مكان لمده 10 سنين، جيت بعد كده سبت المكان ده واشتغلت في مكان تاني. طبعا المكان التاني بيبتدي ان هو يأمن عليك، فانت بتعمل حاجه اسمها ضم معاش، بتضم القديم على الجديد. تمام. لحد ما تكمل سنين الشغل بتاعتك، سواء المعاش الطبيعي او المعاش المبكر. تمام. المعاش المبكر بعد ما بتتم السنين المعينة اللي التأمينات عايزاها بتبتدي تعمل طلب معاش مبكر. اما اللي عايز يستنى الميعاد الطبيعي المعاش فلازم اعتقد تقريبا يعني ما بين 60 او 62 سنة. تمام. بس لازم اولا يا جماعة لازم تسعوا، دلوقتي الدنيا بقت صعبة. ماشي. مكتب العمل لازم تتوجه له عن طريق مكتب التأهيل، لأن مكتب التأهيل بيبقى عارف ايه العدد اللي تابعه بتاع المعوقين، فبيبتدي يوجههم لمكتب العمل، ومكتب العمل بيبتدي يوزع. تمام. وربنا كل واحد ربنا يوفق كل واحد كده ان شاء الله، يعرف يلاقي الشغل ويعرف ياكل عيشه. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.